السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم مرة تانية في أسرار عالم الرخام والجرانيت والكوارتز. الكوارتز اللي قدامنا ده هو الكوارتز اللي بيسموه أسباني، ولكن هو مصنع في الصين، مواصفات أسباني. واحنا عاملين عليه تجارب كتير بالسكاكين والبقع، مش بيتخربش ومش بيبقع من الشاي والقهوة والصلصة والكركم وكل الحاجات دي بتطلع منه. الوقت احنا بنعمل رخامة مطبخ، ولكن هي مطلوبة من جزئين: جزء واطي وليه برواز للمية او محبس مية اللي هو فيه الحوض، والجزء التاني بيكون عالي عنه 2 سنتي، واحيانا بنعمله سنتي واحيانا بنعمله سنتي ونص. لكن اللي قدامنا الوقت ده الواطي فرقه من العالي بالظبط 17 ملي، يعني 2 سنتي الا ربع. وبنلزقه كده، بنركب الجزئين على بعض وبنلزقهم بالكلة كويس، ومجرحين طبعا من تحت ومن الوش علشان الكلة تمسك. وده حسب رغبة العميل، عشان هو عايز الجزء اللي فيه الحوض يكون واطي عن الجزء التاني علشان المية. يعني القطعة كده اللي فيها الحوض دي اللي هي تعتبر نص القطعة، لأن القطعة دي كلها على بعض 210، عاملين 1.5 واطي و1.5 عالي. تعتبر كلها كأنها كلها حوض، اللي هي الجزء الواطي اللي فيه الحوض ده كأنه كله حوض. أي حاجة فيها مية تتحط فيها، المية ما تطلعش بره الحوض نهائي. والحوض هنا احنا مركبينه من تحت علشان يبقى يعني أنضف ويسحب المية، وبنركبه بطريقة إن هو ما يتفكش مع مرور الوقت. هناخد رأي العميل في الشغل والتشطيب والمواعيد ونرجع لكم تاني. تابعوا معانا للآخر، وبفكركم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. باشمهندس، ادينا رأيك كده في الشغل. الله ينور والله يا شيخ خالد، الشغل زي الفل ما شاء الله عليه. كل حاجة متظبطة وكل حاجة معمولة بالظبط يعني. ناهيك بقى عن يعني أخلاقك وأدبك واحترامك وذوقك ومواعيدك المظبوطة الإضاءة هنا عاملة، تعالى كده. أنا عسف في إضاءة. لا بجد الشغل أنا راضي عنه تماما ما شاء الله يعني. الله يكرمك. الشغل تمام والتقفيل تمام وكل حاجة زي الفل والمواعيد مظبوطة يعني. عايز صوتك شوية. مفيش أي حاجة. الرخامة احنا بهدلناها يعني، حطينا فيها مستردة، حطينا خل، حطينا قهوة، حطينا ليمون، حطينا مية نار، حطينا تنر، حطينا كنكة سخنة بقى لها 8 دقايق على نار والكنكة فاضية مفيهاش مية، حطيناها، عملنا كل حاجة. رخامة بجد تمام يعني. كده انت هتدفع فلوس ولا لسه برضه؟ والله انا اشتريت. انا اشتريت خلاص.